تالت حاجة ان انا اوفر المية من خلال استخدام المبنى بعد كده، سواء اثناء الانشاء او اثناء التشغيل. ان انا احافظ على نقطة المية دي مهمة جدا، لانه احنا في بلد مثلا، لو انا هتكلم عن مصر او معظم البلاد العربية، عندنا ندرة في المية. فانا ما ينفعش ان انا ابقى في مكان عنده ندرة في المية واهدر المية بشكل مبالغ فيه، من غير ان انا اراعي الحفاظ على المية كمبدأ من المبادئ. فطبعا ان انا لازم اصمم المبنى بتاعي يكون قادر ان هو يحافظ على المية بدون هدر. ممكن بقى اعمل تكنيكس معينة عشان اعادة تدوير المية اللي طالعة من المبنى، او من الاول استخدم اجهزة معينة او حاجات معينة جوه المبنى، ممكن نبقى نتكلم عنها بعد كده، بحيث ان هي تساعد على توفير استهلاك المية على مستوى التشغيل بعد كده. رابع حاجة ان انا اوفر في الطاقة. طبعا انا هوفر الطاقة ازاي؟ فاكرين اول نقطة لما احنا قلنا ان احنا هنصمم علشان راحة الانسان؟ يبقى احنا هنشتغل في الاول على ان احنا نستخدم الطاقات الطبيعية او الباسيف ديزاين تكنيكس اللي اتكلمنا عنها في فيديو سابق. طيب، مثلا ان انا اراعي استخدام التدفئة بالاشعاع الشمسي في اوقات الشتاء عشان اقلل استهلاك الدفايات في الشتاء. ان انا استخدم الطاقات الطبيعية من الرياح والتظليل والاورينتيشن بتاع المبنى، بحيث ان انا اوفر استهلاك الطاقة في الصيف. ان انا ما اخليش كل اعتمادي على استخدام التكييف، لانه الحرارة عندي لا تطاق داخل المبنى. طبعا المواد الداخلة في الانشاء بتاعه المبنى نفسه، الغلاف بتاع المبنى، سمكه والماتيريال بتاعته، بيساعد لي في ان انا اقلل استهلاك الطاقة في المباني بعد كده. فدي برضو من المعايير المهمة، ان انا ازاي اقلل استهلاك الطاقة جوه المبنى اثناء التشغيل. برضو الاضاءة الصناعية، لان هي برضو حتى وان قلت لكن هي بتستهلك طاقة كبيرة جدا اثناء التشغيل. فانا من الاول لازم ان انا اعتمد على الاضاءة الطبيعية اكتر حاجة، زائد ان انا لو اضطريت استخدم اضاءة صناعية يبقى لازم استخدم انواع معينة من الاضاءات بتقلل لي استهلاك الطاقة بعد كده.